تخيل انك واقف قدام البحر، قدامك غير المواج وما عارفش واش غادي يوصلك للحلم ديالك ولا غادي ياخذ منك كل شيء. موراك بلادك، عائلتك، حياتك كامله، وقدامك قرار واحد: اما تبقى او لا تركب في الفلوكه اللي يمكن ما توصلكش. آلاف الشباب كيغامروا بحياتهم، والغريب هو ان هذا القرار ما كيجيش في ليله واحده، وانما كيبدا بكلمه، بخايبه، باب تسد، بحلم تاجل مره وجوج وعشرة، حتى كيجي النهار كيولي فيه البحر اهون من الواقع. ويمكن اول حاجه خاصني نقولها لك اليوم هي انا ما غاديش نحكم عليك. الا كنت كتفكر تهاجر ما غاديش نقول عليك متهور، ما غاديش نقول عليك جبان، حيت انا عارفه ان الانسان ما كيفكرش يخاطر بحياته وهو فرحان. كيبدا يفكر في هذا القرار ملي كيحس ان حياته واقفه، ملي كيبدا يحس ان العمر كيدوز والاحلام ولات غير هضره، ملي كيشوف صحابو تبدلات حياتهم وهو مازال كيجري في بلاصتو، وملي كيولي كل صباح كيشبه اللي قبله. انا فاهمه هذا الاحساس، فاهمه شنو كيعني تشوف والديك كيكبروا قدام عينيك وانت باغي تعاونهم وما قادرش، فاهمه شنو كيعني يكون عندك طموح كبير والجيب خاوي، فاهمه شنو كيعني انك تحس باللي كل نهار كيدوز كيبعدك على الحياه اللي كنتي كتخيلها. داكشي علاش الا كنتي كتفكر في الهجره انا ما غاديش نلومك على الحلم ديالك، حيت الحلم بحياه افضل هو حق مشروع. كل انسان من حقه يقلب على الكرامه ومن حقه يحلم بمستقبل حسن. ولكن عافاك خليني نسولك واحد السؤال: واش البحر هو الطريق الوحيد؟ واش فعلا هاد الفلوكه غادي توصلك للحياه اللي كنتي كتخيلها؟ ولا يمكن يكون غير حلم كيبان زوين من بعيد ولكن الثمن ديالو كبر بزاف مما كتصور؟ ما غاديش نهضر معاك كواعظه والله نعطيك في الدروس، اليوم بغيت نهضر معاك كاخت او لا كانسان مع انسان اخر يمكن كيعيش نفس الصراع اللي عايشين فيه الاف الشباب اليوم. قبل ما تاخذ قرار يقدر يبدل حياتك كامله، خلينا نحاولوا نفهموا هذا القرار منين كيبدا وعلاش كيكبر داخل الانسان حتى كيولي مستعد يغامر باغلى حاجه عنده واللي هي حياته. المشكل ماشي انك بغيتي تهاجر، المشكل هو شنو خلاك توصل لهاد المرحله، حيت الانسان بطبيعته كيتعلق بالبلاصه اللي تزاد فيها، بالزنقه اللي كبر فيها، بالناس اللي كيعرفوه، بالعائله ديالو. وحتى علم النفس كيأكد هذا الشيء. العالم جون بول بي مؤسس نظريه التعلق كان كيقول ان الانسان كيبني ارتباط عاطفي قوي بالاماكن والناس اللي يعطوه الاحساس بالامان. داكشي علاش القرار ديال الهجره خصوصا الا كان فيه خطر ما كيكونش قرار سهل، وانما كيكون صراع داخلي، صراع بين قلب كيبغي يبقى وعقل كيقول يمكن ما بقى حتى حل. وهنا خاصنا نوقفوا شويه، حيت بزاف ديال الناس كيشوفوا الشاب ملي كيركب في الفلوكه ولكن ما كيشوفوش اللي عاش قبل هذه اللحظه. يمكن سنوات وهو كيقلب على خدمه، يمكن عشرات الابواب تسدت في وجهه، يمكن كل نهار كيقول غدا غادي يكون حسن، ولكن الغد كيجي وكيبقى هو. مع الوقت ماشي غير الفلوس اللي كتنقص، وانما حتى الامل كينقص. والانسان ملي كيبدا يفقد الامل كيولي كيشوف العالم بطريقه مختلفه. العالم النفسي أرون بيك شرح هذه الفكرة وقال أن الإنسان ملي كيغرق في الإحباط كيولي عنده 3 نظريات سوداوية. أول نظرية هي كيشوف راسو بلا قيمة، وثاني نظرية كيشوف الواقع ديالو مسدود، وثالث نظرية كيشوف المستقبل ديالو مظلم. وسمى هذه النظريات بالثالوث المعرفي السلبي. ومن بعد هذه المرحلة العقل كيولي ما كيقلبش على أفضل حل، وإنما كيقلب غير على أسرع مخرج. وهنا كيولي البحر بالنسبه لبعض الشباب ماشي بحر، وانما كيشوفوه باب اللي كيتخيلوا انه وراه حياه جديده. خليني نسولك واحد السؤال: واش عمرك شفتي شي واحد في التيك توك ولا انستغرام عايش في اوروبا وقلتي بينك وبين راسك شوف كيفاش تبدلت حياته وانا مازال هنا؟ اكيد غتكون قلتيها ولو مره واحده. كلنا وقعنا في هذا الفخ، ولكن واش عمرك سولتي راسك شنو ما وراكش؟ وراك الطوموبيل ولكن ما وراكش العذاب والتكرفيس اللي ضرب عليها، وراك الضحكه ولكن ما وراكش البكا والتكرفيس اللي عاش قبل ما يوقف على رجليه، والنعاس في البرد والجوع وشحال من حاجه اخرى اللي كيتعرض ليها اي واحد مازال ما دار الوراق. وراك الصوره ولكن ما وراكش الحقيقه. العالم اليون وضع واحد النظريه اللي سماها بنظريه المقارنه الاجتماعيه. قال ان الانسان ملي كيبقى يقارن حياته غير باحسن اللحظات اللي كيعيشوها الناس الاخرين غادي يحس دائما انه معطل، وغادي يظن ان السعاده موجوده غير عند الناس الاخرين. وهنا كيبدا اخطر وهم.
وهم انك الا بدلتي البلاصه غادي تحلو كاع المشاكل ديالك، مع ان الحقيقه كاين ناس بدلوا البلاد ولكن خداو معاهم نفس الالام، حيت الالم الا كان داخل الانسان ما كيبقاش مربوط بمدينه ولا بدوله، كيبقى مربوط بطريقه التفكير. الهجره بحد ذاتها ماشي مشكل، بالعكس المشكل هو ملي كيولي الياس هو اللي كيتحكم في القرار، حيت اي قرار خديتيه بسبب الياس كيكون قرار ناقص. الطبيب النفسي فيكتور فرانكل اللي عاش سنوات داخل معسكرات الاعتقال النازية كتب واحد الفكرة خلت العالم كامل يوقف عندها. قال: الإنسان يستطيع أن يتحمل تقريبا أي معاناة إذا وجد معنى يعيش من أجله. تأمل مزيان هاد الجملة، ما قالش الإنسان خاصو يكون غني ولا قال خاصو يعيش حياة مثالية، وإنما قال غير خاص يكون عنده سبب يخليه يكمل، يخليه يعيش. هنا كنرجعوا للشاب اللي واقف قدام البحر في اول الفيديو. يمكن هو ما خسرش الفلوس، ولكن يمكن فقد المعنى، فقد الاحساس ان المجهود ديالو غادي يوصل لشي نتيجه. هادشي علاش ملي كيشوف البحر كيبدا يتخيلو كاخر فرصه، ولا غير اخر فرصه كيقدر يشوفها وهو في هاد الحاله النفسيه. هنا كيوقع واحد الخطا كبير، الياس كيضيق الرؤيه، كيخليك تشوف باب واحد وصافي، مع ان الواقع يقدر يكونوا عندك بزاف ديال البيبان اخرين، غير كتحتاج وقت اكتر باش تبان. دابا نسولك واحد السؤال اخر، الا كان عندك خوك صغر منك ولا صاحبك ولا ولدك وقال لك انا غادي نهاجر في الفلوكه، واش غادي تقول ليه سير؟ اكيد غادي تحاول تمنعه، ماشي لانك ضد الاحلام ديالو، ولكن حيت باغي تشوفه حي. داكشي علاش بغيت نقول لك واحد الهضره من القلب، انا ما ضدش انك تحلم، حلم انك تسافر، حلم انك تحقق احلامك، حلم بحياه حسن، ولكن رد بالك ما تخليش الحلم يتحول انك تقمر بحياتك، حيت الحلم الا كان من نصيبك غادي تسناك، اما حياتك الا ضاعت ما كترجعش. ويمكن أسوأ حاجة هي أن بزاف ديال الناس كيشوفوا غير اللي وصل، ما كيشوفوش اللي ما رجعش، ما كيشوفوش الأم اللي كتسنى ولدها، ما كيشوفوش الأب اللي كل نهار كيتسنى يسمع خبر تطمنوا على ولده. هاد القصص ما كتطلعش في الريلز ولا في التيك توك، ولكن راه كاينة وكتعاود كل شهر وكل عام. يمكن تقول مع راسك ولكن واش كتعرفي شنو كنعيش؟ لا، انا ما عارفاش ظروفك كامله، وما غاديش نعرف الالم اللي كتحس بيه، وما عارفاش شحال من مره حسيتي بخيبه امل، ولكن كنعرف حاجه وحده، ان اي قرار كيكون ثمنه حياتك خاصك تحبس وما تديروش. حيت البحر ما كيخيرش بين اللي مظلوم واللي عنده حلم واللي غامر باش يصوفي والديه. البحر ما كيقولش هاد الشاب عنده احلام نخليه يدوز، البحر ما كيعرف حتى واحد، اي واحد يقدر يغدرو. ويمكن اكثر حاجه كتضر هي ان بزاف ديال الناس اللي خرجوا ما كانوش باغيين يموتوا، كانوا باغيين يعيشوا، باغيين يخدموا، يبنيو دار، حتى هما يتزوجوا يديروا وليدات ويعانوا والديهم ويشوفوهم مرتاحين ويعيشوا بكرامه. هاد الاحلام راه زوينه وحق كل واحد، ولكن خاص الطريق اللي غادي توصلك ليها ما تحرمكش من حياتك للابد. تخيل معايا ام كتسنى ولدها يرجع، كل مره كيصوني التليفون قلبها كيبدا يضرب، كتقول يمكن ولدي هذا وصل، حتى كيجيها خبر ان ولدها للاسف ما وصلش، ولكن ضاه البحر. واش عمرنا فكرنا في هاد الام ولا في الاب اللي كيخبي دموعه باش ما يبانش ضعيف؟ الا كان عندك حلم انك تسافر، خلي حلم وخدم عليه، وقلب على طريق امنه وقانونيه اللي تمشي بها بعزك. واخا تعطلتي ولا لقيتي صعوبه غير صبر، حيت الطريق الطويله الا وصلتك حسن من الطريق القصيره ما توصلكش. حياتك ماشي رخيصه، وما كاين حتى حلم ولا خدمه ولا بلاد تستحق انك تخاطر بروحك عليها. الا حسيتي بالياس رد بالك تاخذ قرار في ديك اللحظه، حيت الياس مؤقت، اما بعد القرارات نتائجها كتكون دايمه. وكنتمنى من كل قلبي ان كل واحد كيسمع لهذا الفيديو يلقى الطريق اللي تحقق له الاحلام ديالو، ولكن يحققها وهو حي وهو سالم، ويرجع يعنق والديه بدل ما يخليهم يعنقوا الذكريات. الا وصلتي حتى لهنا بغيت منك حاجه وحده عافاك، الا كنت كتعرف شي واحد كيفكر يغامر بحياته في البحر شارك معاه هذا الفيديو. يمكن ما نبدلوش العالم، ولكن يمكن نكونوا سبب في ان شخص واحد يعاود يفكر، وهذا بوحده راه كافي.